تتفرج على فيلم الست لمنى زكي ولا بلاش؟ أنا اتفرجت على الفيلم مرتين ولسه شايف برضه إنها أقل عنصر في الفيلم، وكان في ترشيحات أقوى لممثلات تقوم بالدور ده هقول لكم عليها بعد شوية. أنا مكاوي ودي مش حكاوي مكاوي، ده رأي مشاهد عادي مش نقد فني. الفيلم لطيف، مش زي ما ناس كتير كانت بتهاجمه وقت عرضه في السينما أو حتى لما نزل من كام يوم على منصات. إخراجيا لمروان حامد وسيناريو لأحمد مراد كويس جدا. الفيلم بيبدأ بموقف شهير حصل للست، حفل شهير، حفل باريس، بيرجع فلاش باك لغاية ما يرجع للموقف ده تاني ونكمل أحداث الفيلم. الفيلم فيه روح من الأفلام الوثائقية الغربية الدرامية، صورته وألوانه حلوة، وضيوف الشرف كان أغلبهم موفقين في أدوارهم. ولكن مش معقول نعمل فيلم عن كوكب الشرق، أشهر وأكبر مطربة عربية، وتكون موسيقى تصويرية بروح غربية، رغم وجود اسم الموسيقار الكبير هشام نزيه. منى زكي ممثلة كبيرة مفيش اختلاف على كده، بس في الفيلم كانت بعيدة كل البعد عن أم كلثوم. تكوينها الجسماني، صوتها في الكلام العادي، وحتى طريقتها في الكلام. أم كلثوم في لقاءاتها النادرة كانت شخصية بتمتلك جاذبية وحضور طاغي، ده ما ظهرش في الفيلم خالص. طب مين كان ممكن يعمل الدور دوت؟ في رأيي اتنين ممثلات كانوا ممكن يعملوا الفيلم ده حلو جدا مع شوية مكياج بسيط. أم كلثوم في شبابها ممكن تقوم بدورها ممثلة دنيا سامي، هحط لكم صورتها تحت. ولما تكبر في السن تقوم بدورها ممثلة سماء إبراهيم، وبرضه هحط صورتها تحت. قولوا لي لو متفقين معايا في الاختيار ده، أو شايفين حد تاني ممكن يقوم بالدور ده.